السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والجزء الثاني من أقسام كلية العلوم. اتكلمنا في الجزء الأول عن قسم كيمياء وعن قسم مايكرو وعن قسم كيمياء مايكرو أو مايكرو كيمياء. اتكلمنا عن قسم نبات، اتكلمنا عن قسم ايه تاني. هما التلاتة دول أخدوا 10 دقايق، وأنا الفيديو ميطولش عن 10 دقايق عشان ما تملوش يعني. فده الجزء التاني، هنتكلم عن بقية الأقسام، وهنتكلم برضو عن موجز صغير عن كلية العلوم زي كل جزء بنعمله. فهنتكلم عن أول قسم معانا، وهو قسم علوم الحاسب. هنتكلم عن قسم مايكرو، ده بتاع قسم بيتفتح لعلمي علوم فقط. اتكلمنا عن قسم كيمياء بيتفتح لعلم علوم وعلم رياضة. هنتكلم عن قسم علوم الحاسب اللي هو بيتفتح لقسم علم رياضة فقط. قسم علم رياضة فقط، مش قسم علم علوم. آه علوم الحاسب، هل في فرق كبير بينها وبين حاسبات ومعلومات؟ والله بص، انا هقول لك حاجه. آه انا من وجهه نظري، انا كنت عايز اخش اصلا قسم علوم حاسب، بس انا كنت علمي علوم. مفيش اي فرق ما بينهم، مفيش اي اختلاف ما بينهم. انت قسم علوم حاسب في كليه العلوم بيفتح لك مجال الهاردوير، انما كليه حاسبات ومعلومات بتفتح لك مجال السوفت وير. ايه الفرق بين الهاردوير والسوفت وير؟ السوفت وير ده اللي هو البرمجه، وان انا اعمل تطبيق، اعمل حاجه جوه الجهاز، اعمل نظام سيستم امني، الكلام ده. الهاردوير بيقول لك مكونات الجهاز نفسه، ان انا اصنع جهاز كمبيوتر، اصنع لاب كويس، اصنع ماوس والكلام ده. طب فقط هاردوير وسوفت وير؟ اكيد لا. اكيد علوم الحاسب فيها جزء سوفت وير. يعني مثلا آه انت في كليه العلوم، قسم علوم الحاسب، بتدرس في اول سنه لغه السي بلس بلس، بتدرس البايثون. فانت كده انت ليك سوفت وير، وتقدر تشتغل في مجال البرمجه عن طريق كليه العلوم قسم علوم حاسب. انما كليه حاسبات ومعلومات انت بتدرس سي بلس بلس وبايثون تقريبا وجافا، تدرس مجموعه متنوعه يعني من لغات البرمجه، لان ده بيبقى اختصاص كامل، فاهمني. انما اصلا انت عارف ان كليه حاسبات ومعلومات، يعني مش هقول ملهاش لازمه، بس انت مثلا خليك انت كأنك صاحب الشغل، وعايز تقدم، عايز تجيب واحد يعمل لك مثلا سيستم امني. هل انت لو جالك واحد كليه اداب هل انت لو جالك واحد كليه اداب بس فاهم في المجال يعني بنسبه 99%، وجالك واحد كليه حاسبات ومعلومات وفاهم في المجال 60%، هتدي مين الاختيار الامثل؟ كده هتدي بتاع اداب، اللي هو فاهم فاهم في السيستم الامني عموما، يحمي لك المنظمه بتاعتك بنسبه 99%، فهدي كليه الاداب. فانت دي بتعتمد على الكورسات اللي انت بتاخدها، بتعتمد على تطوير مهاراتك انت، ما بتعتمدش على اي حاجه تانية. خلاص. فده كده قسم علوم الحاسب. قسم علوم حاسب قريب جدا من قسم من كليه حاسبات ومعلومات. ويعني في مزايا كمان عن كليه حاسبات ومعلومات اللي احنا قلناها، الهاردوير، انت بتعرف تصميم الكمبيوتر ده بيتصمم ازاي، تصميم اللاب ده بيتصمم ازاي، وهكذا. هنتكلم على قسم تاني اللي هو قسم رياضه. قسم رياضه انا لا ارشحه للناس اللي كانت عايزه تدخل كليه هندسه. عايز تدخل كليه هندسه، بلاش قسم علم رياضه في كليه علوم، لان هو يعتبر انت ملوش مجالات كتير. يعني هتبقى مثلا كل اخرك مدرس رياضه، فمدرس رياضه لا، اخش حاجه تانية وابقى مدرس رياضه، مفيهاش مشكله. فقسم رياضه انا لا ارشحه يعني في كليه العلوم. آه ليه؟ طيب نقول معلش مكوناته. رياضه بتاخد انت رياضه واحد، رياضه اتنين، رياضه تلاته، لغايه رياضه خمسه. بتاخد كل حاجه مشتملات محتوياتها على رياضه، زي مثلا الاحصاء الرياضي. كل علوم الرياضه بتدرسها برضو زي كليه هندسه بالظبط، بس بتبقى خريج كليه العلوم قسم رياضه. ده كده قسم رياضه وقسم علوم حاسب. يبقى احنا كده هنتكلم في حاجة لقسم علم علوم فقط، وهي قسم علم حيوان. قسم علم حيوان أو قسم هيومن فيسيولوجي. علم حيوان من الأقسام يعني اللي انتم مش متخيلين هي مهمة قد ايه، وبجد ليها شغلانات كتير جدا ناس ما تعرفهاش، ناس مش مدياله اهتمام، مع ان ليه شغل كتير جدا. أهمهم
شغل الطب الشرعي انت بتبقى خريج يا اما مايكرو يا اما علم حيوان فقط. قسم علم حيوان ده من اجمل الاقسام، برضو قريب جدا لكليه كليه الطب البشري. لو انت كنت عايز تخش كليه طب بشري، بجد قسم رائع، تدرس فيه كل الخصائص البشريه، اللي هي مثلا من اعصابك لاعضاء جسمك، طبعا بكل تفاصيلهم، الغدد، الكلام ده كله. وبتدرس بقى معاهم مش البشر فقط، لا الحيوان كمان. عموما كل الحيوانات، البشر، بتدرس التراكيب بتاعتهم كلها. بتدرس طبعا تركيب البكتيريا والفيروسات والكلام ده، وتبص عليهم تحت المجهر وتشوف انواع الخلايا الحيوانيه وكده، عضلات هيكليه، عضلات مخططه والكلام ده. فانت قسم علم حيوان زي ما بقول لك تدرس فيه كل حاجه تخص الانسان والحيوان والفيروسات كتركيب وظائف بتاعته. قريب جدا. ايه الفرق ما بينه وبين طب بشري؟ الطب بشري اللي انت بتدرس البشر فقط يعني بتعمق شويه، انما علم حيوان انت بتدرس الظاهر فقط بتاع البشر والحيوانات. فكلية لو انتوا عايزين قسم معين اتكلم عليه باستفاضة، اكتب لي القسم اللي انت عايزه. فكده زي ما بقول لك، قسم علم حيوان قلنا، قسم علم حيوان قلنا، قسم علوم حاسب قلنا، قسم رياضة. الفيديو اللي فات في الجزء الأول اتكلمنا عن قسم مايكرو، قسم كيمياء، قسم مايكرو كيمياء. كل الأقسام المزدوجة تقدر تقارن ما بينهم، اللي انت تاخد حاجة من هنا وتاخد حاجة من هنا، ده بس الفرق. وزي ما قلت الفيديو اللي فات، أنا لا أرجح الأقسام المزدوجة، لأن الأقسام المزدوجة ما بتبقاش مختص بحاجة، انت بتبقى واخد نبذة من هنا ونبذة من هنا، انما انت مش متعمق لا هنا ولا متعمق هنا. فده كده ملخص سريع لأهم أقسام كلية العلوم. العلوم عموما انتوا عارفين طبعا اللي هو التنسيق بقى 91%، 91.5 مرحلة أولى. كلية علوم طبعا مش مرحلة أولى، مرحلة تانية. ودي طبعا يعني من إحدى الكوارث إن هي مش مرحلة أولى، مش مدين لها اهتمام قوي، مع إنها من أمتع الكليات زي ما قلت لكم. فكده احنا وصلنا لغاية ما قلنا إن أنت ممكن تبقى مثلا كلية علوم تتراوح في رينج من 85 ل 88، مش عارف، ما أعتقدش 85 بس 86 ل 90% بقى. خلاص كده احنا قلت لكم جزئين اهو فيها كل اقسام كليه العلوم. فانت لو عايز اي حاجه اكتب لي واعمل لك فيديو مخصوص، وربنا يوفقكم في الخير. وكليه علوم من امتع الكليات اللي هتدخل، لو دخلتها فعلا يعني مش هتتمنى ان انت تخلص دراسه ان شاء الله، مع مدى صعوبتها طبعا. بس فاشوفكم على فيديوهات تانية كتير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.